بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة البنات، وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس في صحة جيدة. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم كسرة رخصيص ولا كسرة معجونة بمقادير مضبوطة. طريقة سهلة ومبسطة، راح نشرح لكم كل حاجة بالتفاصيل. جربوها بالطريقة دي وراح تنجح معاكم وتجيكم ما شاء الله كسرة قاطو كما يقولوا. نبداو على بركة الله. كل حاجة يعني كاينة في الدار. الكيل مش راح نصعب عليكم الأمور، راح ندير لكم الكيلة ساهلة. هذه الكيلة البطاطا تاع زبدة يعني موجودة في كل دار، لا نقول لك لا حتى حاجة يعني تكيليبها. هذه البطاطا تاع زبدة تهز 500 غرام. هنا عندي الكيلة الأولى بومبي، كي تعود الكيلة هذه البطاطا تاع الزبدة اللي تهز 500، كي تعود بومبي تهز لك 500 غرام. هنا حطيت زوز كيلات يعني كيلو تاع سميد، وانتي الكمية تتحكمي فيها، تحبي تنقصي تحبي تزيدي. هنا عطيتك انا المقادير يعني اللي تكفي، تجيك 5 خبزات حتى 6 خبزات هكا. نزيدوا لها الكاس هذا تاع ام وليد، يعني معروف الناس كل عندها في دارها. نزيدوا نص كاس تاع زيت. هنا الكسره هذه ما راح تجيك الكسره المبسه هذيك، خلاها لي تذوب. وما راح تجيك كسره شايحه هذيك كما اللي تجي كما يقولوا لها في الغرب كسره فطير. هما ما يبسوهاش. بس هذه تجيك بين وبين، يعني بين الكسره المبسه وبين الكسره المش مبسه هذيك اللي تجي المهم كيف يسميوها هما. هنا حطيت اول حاجه نص كاس زيت، الكاس تاع ام وليد. حطيت رشه سينوج اللي تحب تحط. حطيت مغرف خميره، المغرف حوالي آه هاك بالجرام 15 غرام. مغرف تاع ماكله، خميره الفوريه، خميره تاع الخبز. هنا شفت المغرف هذيك صغيره خلاطه لا كريم اللي ناكلوا بها لا كريم، هذيك حطيتها نصها كربونات. دوك نقول لكم الفايده تاع الكربونات وش هي، تقولوا لي وعلاه الكسره تحطوا فيها الكربونات. احنا في عنابه كاين كسره نحطوا فيها الكربونات، كاين انواع تاع كسره يعني انواع واشكال. هذه حطيت فيها الكربونات. دوك نقول لكم الفايده تاعها وش هي. وحطيت مغرف ونص تاع ملح، مغرف ونص تاع ملح. حوالي من 10 حتى ل 12 غرام، يعني الناس اللي تحب تستعمل الغرام. وهنا الماء حسب الكميه تاع السميد. اول حاجه السميد، انا استعملت سميد الرطب ولا المتوسط. انا استعملت سميد كنزه. وانت السميد اللي عندك، المهم ما يكونش السميد الخشين هذاك اللي يجي سميد كما نقولوا تاع البسبوسه ولا لا. استعملي سميد رقيق ولا سميد المتوسط. الماء حطيت كاس الاول نحطه دفعه واحده ماء دافي، خاطر الحال بارد شويه ما نقدروش نستعملوا ماء بارد وما نستعملوش ماء سخون. خاطر الحال بارد نستعملوا ماء شويه دافي تياد. الكاس الاول حطيته دفعه واحده على خاطر الملح تاعي شويه خشين. هنا حطيت عليه كاس تاع الماء وقعدت دوبته شويه، ونبدا نخلط الدقيق مع الماء. الكاس الثاني نزيدو بالتدريج. هنا الماء ما تقدري انت تتحكمي فيه، ما يتحكم فيه السميد تاعك، نوعيه تاع السميد، على خاطر كاين السميد اللي يشرب وكاين السميد اللي ما يشربش. الكاس الاول حطيته دفعه واحده، والكاس الثاني نحط بالتدريج ونحرك. يا اما يهز لي كاس ونص، يا اما يهز لي زوز كيسان، يا اما يهز لي زوز كيسان وزايد. كل نوعيه تاع السميد هي اللي تتحكم في الماء تاعها. هنا كيما تشوفي هاني نرش ونعجن نرش ونعجن بشويه، ما نحطش الماء دفعه واحده باش ما يعجن ليش ولا يجيني طري ولا يجيني محرحر. ولا نحط بالماء ونعجن بين يديا. يديا يعني هنا اللي عندها البيترا هاي تحط في البيترا وتعجن بالبيترا وتشوف. هنا شوفوا، هنا هز لي سميد تاعي كيلو تاع سميد نوعيه تاع كنزه متوسط. هز لي زوز كيسان تاع ماء قد قد جاني. وكاين سميد نوعيه اخرى، كاين قادر يهز لك زوز كيسان وربع، قادر يهز لك كاس زوز كيسان غير ربع، على حسب نوعية السميد. هنا شوفوا هذه الطريقة اللي نعملوها باش تعرفي العجينة تاعك يا إما طرية يا إما يابسة. تحكمي هذيك العجينة تاعك ودوريها هكا على القصعة. إذا لمت لك هذاك السميد الكل معناها هاي ملاحة، وإذا قعدت العجينة تتلصق في القصعة كنتي تحركي وتلصق لك معناها هاي طرية. بس هذه الطريقة تبين لك بلي هاي العجينة تاعك ملاحة متوسطة، لا هي طرية خلاه ولا هي يابسة خلاه. مع زيت السميد شوية يشرب. من بعد نوليو نديرو لها كاينه تتبيله واحده اخرى نديروها لها. هنا نجيب ساشيه تاع بلاستيك ولا بابي بابي فيلم اليمونتير هذاك، ونلمها فيه ونخليها ترتاح من 5 حتى ل10 دقائق. هنا الكسرة الخسيس لازم نخليوها ترتاح. كاين الكسرة هذيك المبسة هذيك ما ترتاحش، كيما نبلوها ونبسوها تجي زايدة زيت هذيك تتبس تتبل بعد ندلكوها شوية، ما نعجنوهاش ندلكوها شوية ونقرصوها. أما هذه نوعية مختلفة، نوعية أخرى. هذه مش هذه اسمها كسرة معجونة، كسرة معجونة ولا كسرة رخسيس. خليتها ارتاحت من 5 حتى ل10 دقائق ونبدأ نعجن فيها. لقيتها شربت هذاك الماء شوية.
يبست يعني شوية قساحت شوية، نولي نعجن ونرش فيها بالماء. نرشها بشوية ماء، مش نحط لها نعمرها ماء، هكا شوية ندي في يدي هكا في حافنتي نقولوا مغرف ولا مغرف ونص تاع ماكلة ماء، نرشها بها ونحكمها نعجنها، يعني الصورة واضحة، راني نرش بيدي برك ما نحطش كمية كبيرة، ونعجنها حتى تشرب هذاك الماء كامل، ونزيد نعاود لها نفس الطريقة. أنا رشيتها 3 رشات ولا 4 ما شفيتش، المهم هكا نقولوا قيس فنجان تاع قهوة. الفنجان اللي نشربوا فيه القهوة، قيس فنجان هكا ولا أقل من فنجان اللي رشيتها به، باش ولات العجينة تاعي طرية شوية لينة، يعني نقدر نتحكم فيها، نقدر نقرصها بكل سهولة، ونقدر نقسمها نديرها خبيزات صغار بكل سهولة. أنا عجنت حتى للمدة تاع العجين، يعني ما تطلبتش العجين ياسر، خاطر نوعية تاع سميد ملاحة، اللي عندها بيترا هاي تعجن بالبيترا، واللي ما عندهاش تعجنها بيدها. شوفوا هنا راني قاعدة نقطع في العجينة، مش قاعدة ندلك، نقطع في العجينة، خاطر الخسيس تحب العجينة تتقطع مش كيما المطلوع. مطلوع تدلكاها، كاين اللي يدلكوها بركة، وهذيك الكسرة المبسة تاني ما تسحقش ياسر العجين، أما الكسرة الرخسيس تسحق العجين على خاطر اسمها كسرة معجونة. هنا عجنتها مليح، دوك تشوفوا كيفاه ترطاب وتولي تطاوعك يعني في التقراص، تطاوعك في العجين. شوفوا زي ما جات ما شاء الله. عجنتها ما داتش مني يعني وقت ياسر، ما نقول ميم با هكا من 8 حتى ل10 دقائق ولا اقل، نقولوا من 5 دقائق حتى ل8 دقائق عجين. دخلتها مليح في بعضها. هنا الزرارع اللي تحب تحط كاين يحطوا سينوش، هنا حطيت الطاجين تاعي صح هو عجنتها، ومن بعد رحت حطيت الطاجين تاعي يسخن ونرجع نقرصها. هنا زرارع قلت لك اللي تحب تحط سينوش، اللي تحب تحط زريعة البسباس، اللي تحب تحط حبة حلاوة يحطوا جرجلانية، كل واحدة كيفاه. احنا في الشرق نحطوا غير السينوج، انا شخصيا كسره بالسينوج، كسره خسيس ولا مطلوع لازمها السينوج. هنا قسمتها، انا درت على 5 خبزات يعني متوسطين، اذا تقدري تقسمها اقل تقدري ديرها 6 خبزات كيما كيلو، يخرج لك حتى ل6 خبزات حتى ل7 خبزات. ويتصلح البنات المشروع، راه جاي سيدنا رمضان ان شاء الله، يعني ربي يقدرنا الصيام والقيام، تصلح مشروع وفيها دخل ما شاء الله. اذا حبيتوا يعني اكتبوا لي في التعليقات، ندير لكم بالتفصيل وبقداه تبيعي، والكيلو قداه يخرج لك، وبقداه تبيعها اذا كنت راح تبيعها للحانوت قداه تبيعها، واذا كنت راح تبيعها للناس يعني جيران هكا، ولا الناس تعملاها وتخرجاها انت تبيعاها، ولا عندك شكون يبيع. بالتفصيل نعطيك بقداه تبيعي وبقداه تبيعها للحانوت، وكيفاه الكيلو قداه يخرج لك، وكل حاجة بالتفصيل. اكتبوا لي في التعليقات أي استفسار يعني راح نجاوبكم عليه، بما أنه يعني هذه خدمتي، أنا نخدم في هذه الخدمة، نجاوبكم بكل التفاصيل، يعني مش راح نبخل عليكم. شوفوا هنا قرصتها صغيرة، ما هي صغيرة ما هي كبيرة، يعني متوسطة. البنات المبتدئات اللي ما يعرفوش يقرصوا، آه يديروهم صغار، يديروهم خبيزات صغار، يعني اللي في الدار يحبوا يتعلموا، جاي رمضان تحب طيب كسرة في دارها تقول لك نطيب، ديروهم خبيزات صغار، مش شرط تكون خبزة كبيرة، خاطر كاين البنات ما يعرفوش يقلبوها في طاجين. هنا انا تعمدت نطيبها في طاجين تاع الرخسيس، هذا طاجين اصلي، طاجين عنابة، ما كان حتى بلاصة فيها طاجين هذا من غير عنابة، هذا نقولوا له طاجين مصبع احنا نقولوا له، على خاطر طواجن الاخرين هذوك تاع المطلوع ماهوش تاعنا، يعني احنا الكسرة هذه تاعنا احنا تاع عنابة طيبوها في الطاجين هذا يقولوا له طاجين المصبع. واعتمدت نديرها في طاجين تاع الطين هكا، باش يعني كاين ناس يحبوا الحوايج التقليدية هذه، يحبوا ياكلوها، يحبوا يشوفوها، يحبوا يتعلموها. هنا أول حاجة نحركها كي نحطها المرة الأولى، ندورها ما نقلبهاش، ندورها باش تدي نفس اللون، يعني توحد اللون تاعها كيف كيف. ومن بعد كي طيب نقلبها. هنا كان الطاجين مازال ما سخنيش مليح، لخاطر كي يعود الطاجين سخون دورها تدويرة الأولى وتخلّيها تزيد شوية ومن بعد تقلبه. هنا جبت لكم طريقة واحدة أخرى، هذه شوفوا طريقة تقليدية تاني في الدقراس. بكري ما كانش قراص، يعني نشفاو ما كانش قراص يقرصوا بيه، كانوا يقرصوا باليدين. إحنا كنا نقرصوها هكا بصوابعنا، ومن بعد تحكميها بكف يدك وتبقاي تقرصي فيها، وتجيك خبزة مدورة ما شاء الله، ما فيها حفر ما فيها حتى شي. شوفوا زي ما هاي بيديا، ما استعملتش خلاه القراص كيما راكم تشوفوا، كلش واضح في الصورة. هذه طريقة تاع التقراص تاع نساء تاع بكري. كاين نساء درك مازالوا ما يستعملوش القراص، يعني مازالوا يقرصوا بيديهم. اكتبوا لي رايكم في تعليقات البنات، واذا حبت اي وحده استفسار اكتبوا لي في لي كومونتير، قولوا لي كش ما تسحقوا حاجه ندير لكم حوايج تقليديه. شوفوا زي ما جات ما شاء الله، جات حمراء. البنات هنا انا حطيت مغرف سكر وبرك ما بنتليش في التصوير.
مغ السكر تزيدها شوية تخلّيها تجيك حمرا. الكسرة تاعك تجيك حمرا برك ما دير حتى شي، هي تعاون الخميرة في الطلوع وتجيك الكسرة تاعك تدي لك لون شوية أحمر. هنا بعد ما طيباها نجيبها نحوحشها، نقولوا إحنا نحوشاها من التحت، ندخلها بين الطاجين والطابونة، تطيب على النار. هاذوك الحواشي تاع الكسرة يطيبوا على النار. الأغلبية تاعنا إحنا يحوشيو الكسرة، كاين ما يحوشيوهاش بصح حنا في عنابة نحوشيو الكسرة، كي تعود مش محوشة يقول لك الحواشي تاعها خضر. مش مطيبين، تدخّليها بين الطابونة والطاجين، تشوفوا دوك تشوفوا زيما الحواشي تاعها يوليو شتوهم زيما يحماروا، الحواشي يحماروا مش يتحرقوا بصح يحماروا، وتجي ما شاء الله واش نقول لكم تجي هادي النوعية هادي تاع الكسرة تقعد الكسرة المبسة تيبس كي تقعد للعشية تيبس، أما هادي تقعد لك حتى الغدوة، إذا طيبتها اليوم تقعد لك حتى الغدوة طرية، من برا تقرمش ومن داخل تجيك طرية. شوفوا ما شاء الله جات حمرا، تقرمش من برا، تحبي تاكليها باللبن. هنا السمك تاعها والطياب انتي اللي تتحكمي فيهم، إذا حبيتها رقيقة تعملها رقيقة، وإذا حبيتها خشينة تعملها خشينة، انتي اللي تتحكمي فيه. هو يعني السمك تاعها ما يزيدش على 1 سنتيمتر. 1 سنتيم هاكا، من 1 سنتيم، من النُص حتى ل1 سنتيم، كل واحد يتحكم فيها، تحبها خشينة، تحبها رقيقة. الطياب تاني تحبها حمرا، تحبها بايضة. شوفوا أنا هذه خليتها في الطاجين حمارت لي، أنا أصلًا في داري ما يحبوش ياسر الكسرة حمرا، حمارت لي هذه. قُلت لك الحمورة أنتِ تتحكمي فيها والخشن والسمك تاعها تاني أنتِ تتحكمي فيه، تجيك ما شاء الله. جربيها بالطريقة هذه وراح تنجح لك ما شاء الله، وتجيك يعني تصلح حتى للمشاريع هذه كيلو تاع السميد خرج لي 5 خبزات. شوفوا هنا السمك تاعها قد ما جات ما شاء الله. جربوها البنات بالطريقة دي وراح تنجح لكم، واكتبوا لي في لي كومنتير وديروا لي جيم وديروا لي اكتبوا لي تعليق إذا عجبتكم الوصفة، وديروا اشتراك في القناة وأكيد راح يوصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. جربوها بالطريقة دي راح تنجح لكم وتجيكم ما شاء الله، وبصحتكم اللي تجربها بصحتها.